من اغرب الاخبار اللي ممكن تسمعها في حياتك، وبالذات في 2024 اللي هتصدمك حرفيا، ان احمد العوضي وياسمين عبد العزيز اتطلقوا النهارده. محور الكون او وحش الكون اتطلقت النهارده. يا ست ام نيازي، صح نيازي، وقولي له ياسمين عبد العزيز اتطلقت من احمد العوضي. طبعا الاستاذ احمد العوضي ما بيحبش تدخل الناس في حياه كل الناس، ولا طبعا ياسمين عبد العزيز بتحب الموضوع ده، وعلشان كده هما الاثنين التزموا الصمت. بس هي رفعت بوست على الانستجرام وهو رفع بوست بس على الفيسبوك، يمكن هناك ريتش مختلف او حاجه، واحنا كزباين قصدي كمتابعين يعني المفروض نتفرج واحنا ساكتين، نسكت خالص ما نتكلمش عشان هما بيتضايقوا. يعني هما يصرحوا ويكتبوا ويقولوا ويلموا الصحفيين عليهم، والمفروض ان المتابعين يحطوا كيكه في بقهم ويسكتوا. دي حاجه انا بستغربها بصراحه في الوسط الفني يعني. بس طبعا انا زعلان بصراحه، انا زعلان يعني. انا بعشق حاجه اسمها ياسمين عبد العزيز، واحمد العوضي طبعا نجم كبير، بس في حاجات كده بتفلت من الواحد بتستفزني جدا بصراحه، وده اللي خلاني اطلع اقول خبر زي دوت. انا عمو ريشه وانت في اصل الحكايه. بنصحى يا اخويا النهارده من النوم على خبر صدمنا انا حرفيا بصراحه. طلاق الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي. كل منهما نزل بوست على الصفحه الشخصيه بتاعت احمد العوضي على الفيسبوك، والصفحه الرسميه بتاعت الاستاذه ياسمين عبد العزيز على الانستجرام، وقالوا تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد العوضي. وطبعا احمد العوضي قال تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز، وبيننا كل الود والاحترام بقى والتقدير والحاجات دي كلها. مش دي المشكله بقى، المشكله في حته تانية خالص، ان في ناس شايفينهم هما الاتنين قدوه ومثل اعلى في الحب والغرام واللفلفه ووحش الكون وقلبي يا عوضي فارس احلامي يا عوضي والكلام الجميل ده كله. فكلنا كنا حابين الحاله دي، وكنا معجبين بشخصيه احمد العوضي طبعا، الحمش الجامد اللي ما بيقبلش ان حد يتدخل في حياته، اللي ما بيحبش السوشيال ميديا، اللي يعني ايه السوشيال ميديا، اللي بيعمل مسابقات وبيكسب ناس زي ما بيقول فلوس وحاجات كده. يعني لو حد دخل صفحته او حد متابعه هيعرف الكلام اللي انا بقوله ده. لكن الناس بيكون عندها دايما مشكله ان انت ازاي ترفض تدخل الناس في حياتك وانت اصلا اللي سامح لهم بده. يعني تسمح له انه يخش حياتك في الاول وبعد كده تقول لا ايه ده، يعني ايه الناس بتتدخل في حياه كل الناس بدون استئذان اصلا، وايه القرف ده. طبعا المواقع الاخباريه بقى والصحفيه وكل اللي اخرهم ايه دول استلموا الموضوع، وكل واحد استلمه من زاويه مختلفه، لدرجه ان في يعني صحيفه مشهوره جدا تنزل كل 5 دقايق بوست عن نفس الخبر، طلاق احمد العوضي من ياسمين عبد العزيز. حياتنا بينا ورسمناها بينا، يبقى تفضل بينا. ولك ان تتخيل بقى تعليقات الناس. تعال هقراها لكم والله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بعد كل اللي عملته لك، طبعا ده حد بيتريق، اقسم بالله بعد كل هذه الصور وكل هذا الحب لا حول ولا قوه الا بالله، الناس دي مش مفهومه. عندك حق طبعا، او عندك حق. خلصنا من شيرين وحسام ندخل في ياسمين وعوضي. ده برضو تعليق يحترم، يعني ما عنده حق بصراحه. يعني هما بيحققوا نبوءة ليلى عبد اللطيف، اي هو ده بقى، ولا هما كلموا ليلى عبد اللطيف انهم هيتطلقوا في بدايه السنه؟ طيب عشان اللي ما يعرفش الموضوع يعني، ليلى عبد اللطيف او نبوءة ليلى عبد اللطيف دي من الناس اللي هم اللي ايه بتوع النجوم والكواكب، وزحل خبط في اورانوس عمل طرطشه جامده قوي. عارفين يعني الناس اللي هم المتخصصين طبعا في الحاجات ديت. كذب المنجمون ولو صدقوا، يعني حتى الناس يقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. طلعت في برنامج وقالت ان ياسمين عبد العزيز بالاسم كده هيحصل لها طلاق من الفنان احمد العوضي. نجمه ياسمين عبد العزيز، بس ليه اخترتي ياسمين؟ لا لانه الفنانه الغاليه على قلوبنا ياسمين عبد العزيز اراها بتقترب من مرحله للاسف 24 25 امتى وكيف ما بعرف، هي مرحله الانفصال عن زوجها الممثل احمد العوضي وبشكل مفاجئ. ففي حد بيعلق على الموضوع ده ان كده الناس هتصدق نبوءة الناس اللي من النوع ده يعني. واحده كاتبه انا شامه ريحه ترند، واللي يقول لك صدعونا بقى بطلاق شيرين وياسمين. وطبعا في رجاله بقى دخلوا على الخط اللي هو ايه، انا مستخسرها فيك يا عوضي. عارفين انتوا الناس الحلوين دول. فالنصيحه من الخبر ده ومن الفيديو ده اللي احنا نطلع بيه يعني، اننا طبعا طالما خدنا قرار ان حياتنا خاصه بينا احنا بس، يبقى تفضل خاصه بينا احنا بس، ما ندخلش فيها حد وبعدين نزعل، لان اللي جاي مش حلو خالص ومش لطيف. وللاسف بين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي كل موده وحب وخير وصداقه واخوه بعد الطلاق، لكن ممكن يظهر حاجات غريبه في الايام اللي جايه بسبب اننا ما خليناش الموضوع في اضيق الحدود.
كان معكم عمو ريشة، اللي مش عاجبه العيشة ولا اللي عايشينها ولا الترندات. السلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.